مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من شارك تانك. هنتكلم عن الحلقة ال11 من الموسم الثالث شارك تانك، وتحديدا مساء الخير، أنا اسمي فرح أحمد، فاوندر وسي او لشركة ذا بيبي جاروش. ذا بيبي جاروش منصة بتجمع كل المنتجات الخاصة بالأطفال، سواء كانت اللي بيبيعها تجار أو اللي كانت مستعملة بحب على حد تعبيرها من أمهات تانية. الحقيقة المصطلح عجبني جدا وكررته الفرح كتير أثناء البيتشنج بتاعها، فكرة مستعملة بحب. شيء جميل انك تبقى مميز بحاجه حتى لو الحاجه دي جواها مفيش فاليو كبير، بس يبقى الناس بتفكرك بيها، ودي كانت فكره حلوه وهي اصرت انها توصل الرساله دي. المنصه شغاله بقالها سنتين، قدرت خلال الفتره دي انها تعمل مبيعات او تدخل ريفينيو حوالي 6 مليون جنيه، وعندها عدد كبير من الامهات موجود على المنصه. كانت جايه فرح، او خلينا نقول بقى ماما فرح عشان ده اللي خلاها تعمل المنصه دي، طالبه 9 مليون جنيه مقابل 10% من الشركه، يعني مقيمه الشركه ب 90 مليون جنيه. قبل ما نتكلم بقى عن المنصه ناجحه ولا ايه التفاصيل فيها او تعليقات، انا حابب اقول حاجه جميله قوي هي قالتها في وسط الكلام والنقاش. فرح بدات الكوميونتي اللي هي عملت فيه موضوع الحاجات بتاعت الاطفال المستعمله ده في 2015، وبدات تجمع الامهات مع بعضها. اسست الشركه في 2020، بدات المنصه تعمل لها لانشنج وتبدا تبيع عليها في 2022. النهارده هي واقفه قدام الشاركس، وسواء كان شركتها النهارده هتاخد اوفر او لا، هي حققت نجاح ان هي قدرت توصل وتقف في المكان ده. النجاح ما بيجيش بالساهل وبتاخد خطوات كتيره، وما تخليش حد يقنعك ان في حاجه اسمها نجاح سهل او في يوم وليله او في سنه تطلع من الزيرو للماكسيموم. مفيش حد بيعمل كده. فرح خدت رحله طويله عشان تقف في المكان اللي هي فيه دلوقتي. ذا بيبي جاروش عموما قايمه على فكره ان هي بتكسب من التجار اللي بتبيع منتجات جديده مش من الامهات، واي ام بتدخل عايزه تبيع منتج مستعمل عندها هم بيقدموا الخدمه دي فور فري، والهدف من ده ان هم يجمعوا داتا، لان فرح اساسا شغاله في الداتا اناليسيس بقالها 15 سنه، وعشان كده شكل الداتا اللي موجوده هم عندهم 1,200,000 ام وحوالي 100,000 منتج. الداتا دي متنظمه ومعمول لها فلتريشن، وعارفين كل التفاصيل اللي فيها، وعاملين داتا بانك كبير جدا. قدروا ان هم يوصلوا لفولفيلمنت ريت 70%. يعني ايه فولفيلمنت ريت؟ فولفيلمنت ريت ده دايما بيطلق او بارامتر مهم في الاي كوميرس ويب سايت. لما بيجي له اوردرات، انت قد ايه من الاوردرات دي قدرت توصلها وتحصل فلوسها. فهي بتعمل حوالي 70% من الاوردرات، وده رقم كويس. طيب هتسالني ليه يعني ما اعملش كل الاوردرات جالي 100 اوردر اوصلهم؟ بيبقى السبب نتيجه ان انت عندك عدد كبير من الاوردرات، ممكن يكون في مشاكل ليها علاقه بالشحن، فشركات الشحن ما وصلتش الاوردرات دي في ميعادها، اوردر اتاخر زياده لغايه لما عميل اعتذر، عميل عمل الاوردر وما كانش عامل حسابه في الفلوس فوصل له وقال لك لا انا مش هستلمه. انت اتاخرت في انك تدي سبلاي، كان في منتجات مثلا انت متوقع ان عندك منها 20 حته، اكتشفت ان في حتتين فيهم ديفوهات مش هينفع يطلعوا، فالاوردر هيتلغي. اسباب تانية كتيره، ولكن في الاخر الفولفيلمنت ريت ده شيء طبيعي ان هو يبقى اكيد اقل من 100%، ومفيش حد بيعمله 100% من الاوردرات اللي بتجيله. من البارامترز التانية اللي بيبقى مهم قوي ناخد بالنا منها لاي حد شغال على السوشيال ميديا او الاي كوميرس، والحاجات اللي ليها علاقه بالبرفورمانس ماركتنج، وده الماركتنج اللي بيتم على منصات التواصل، حاجه اسمها الكونفرجن ريت، او زي ما هي قالت العائد على الاستثمار الاعلاني. يعني ايه العائد على الاستثمار الاعلاني؟ يعني احنا بنحسب انا حطيت 1000 جنيه اعلانات، فرجع لي قصادها قد ايه منها او كام ضعف منها مبيعات، ومش بنتكلم على نت بروفيت، بنتكلم على سيلز ريفينيو. فهي قالت ان هي بتعمل 8 اضعاف العائد على الاستثمار الاعلاني، وده رقم كويس. ولكن وهي بتحاول تقول النقط البوزيتيف اللي عندها، قالت انها قدرت تعمل مبيعات بحوالي 40 مليون جنيه. للاسف الكلمه دي حطتها في مشكله جوه النقاش بتاعها مع الشوركس. المنصات اللي بالشكل دوت ما بيبقاش عندها بضاعه بتاعتها بتبيعها، هي اكنها شغاله وسيط بين التاجر وبين الام اللي عايزه تدخل تشتري. ال 40 مليون اللي هي اتكلمت عليهم دول ما نقدرش نقول عليهم سيلز ريفينيو، دول حاجه كده اسمها جي ام في. يعني ايه جي ام في؟ هي اختصار لجروس مارشندايزد فاليو، او بيطلق عليها اللي هي حجم التعاملات او الترانزاكشنز اللي بيتم على المنصات اللي بتكون في شكل وسيط زي اوبر وكريم او اي كوميرس قايم على الفكره دي. يعني من الاخر انا كاوبر وكريم باخد جزء
من العملية اللي بتحصل، ما باخدهاش كلها، ولكن في نفس الوقت أنا برصد حجم العمليات أو الترانزاكشنز اللي حصلت عندي. فممكن يكون حصل ترانزاكشنز بمليار جنيه، ولكن السيلز بقى ريفينيو اللي دخلت لي أنا، اللي هي بالنسبة لي دي العائد بتاعي قبل مصاريفي، ممكن يكون 20% 15% من الفاليو دي، اللي هم بنقول عليها بقى التيك ريت، اللي كان في الحالة بتاعت ذا بيبي جراج 25%. وده اللي عمل لخبطة مع الشاركس، وكمان بدأوا يسألوها أسئلة أكتر فتوترت أكتر وبدأت ترد ردود غلط، وقالت لا احنا بيطلع لنا 70%. طب من انهي رقم؟ لا احنا بناخد 6 مليون جنيه. طب انت 6 مليون جنيه دي حسبتيهم ايه؟ قالت لك لا ده بعد الماركتنج بتاعي، والحقيقه ان هم ما كانوش بعد الماركتنج، دول كانوا قبل الماركتنج، يعني من الاخر دول السيلز ريفينيو بالنسبه لها، وبعد كده هتخرج منها الكوجز بتاعتها. كمان دخلت الماركتنج جوه الكوجز، وده مش طبيعي، يعني اتلخبطت لما اتزنقت في الحته دي. فتاني نفس النصيحه، ركزوا في ارقامكم وقولوا انتوا عايزين تقدموا ايه بالظبط، كل رقم معناه ايه وانت عايز توصل منه ايه. اي لخبطه في البيتشنج بتدخلك في زنقه وتوتر اكتر، لان الموقف بيبقى ضيق. طبعا لما النقطه دي وضحت وعرفنا ان هي عامله سيلز ريفينيو 6 مليون جنيه وطالبه تقييم 90 مليون جنيه، السويدي على طول دخل فيها وقال لها التقييم عالي جدا ومش شايف له اي اساس من الصحه. هي كانت بانيه البيتشنج بتاعها على جزئيه ما كانتش واضحه في البيتش نفسه. هي شايفة ان بعد ما عملت اناليسز الداتا اللي عندها بشكل قوي، وهي فعلا قوية في الحتة دي، وبقت عارفة من الاخر العميل محتاج ايه، الامهات اللي عندهم بيبيهات في سن سنة محتاجين ايه، سن سنتين محتاجين ايه، مواصفات الشنطة اللي هم محتاجينها فيها كام جيب وكام سوستة وانهي تفصيلة، من الاخر ايه المنتج البياع او الحصان الكسبان. قررت بهذا الفكر ان خلاص انا اشوف الحصان الكسبان ده واعمل منتج وابيعه بنفس المواصفات دي، وبالتالي ابقى ضامن ان هو يتباع كويس. الفكر ده ما نقدرش نقول عليه انه غلط خالص، الفكر ده ممتاز جدا، ولكن في حته صغيره ناقصاه. مش معنى ان انت معاك الداتا والمعلومه وعارف ايه اللي يكسب انك هتعرف تعمله. يعني انا عارف ان الشنط دي اللي بالمواصفات دي بتكسب كويس قوي، مين قال ان انا هقدر اصنع الشنطه دي بالذات واصنعها كويس؟ ومين قال ان انا هعمل اوبريشن بتاعه البيع كويس؟ انا ممكن اكون بعمل اوبريشن الداتا اناليسيس كويس، مش معناها ان انا هعمل اوبريشن البيع كويس. ودي الحته اللي ما كانتش فاهماها فرح قوي، وجت واخده ثقه كبيره قوي في نفسها، وخليني اقول ثقه مش غرور، ولكن انا كنت شايف ان الثقه دي مش في محلها 100%، ولكن احييها عليها. وطبعا نتيجه اللخبطه اللي حصلت دي والتقييم العالي قوي اللي هي حطاه، وان هي جايه تبيع فكره تانية غير المنصه، هي جايه تبيع ان هي هتبيع منتجات بناء على الداتا بتاعه المنصه، سواء كانت المنتجات دي هتصنعها او كانت هتاخدها وايت ليبل. ولو عايزين نعرف يعني ايه وايت ليبل، وايت ليبل هو باختصار ان انا اروح اصنع لدى الغير ويحط لي البراند بتاعي. يعني ده مصنع شنط ممكن يكون بيصنع لي وبيصنع لحد تاني ولحد تالت، فانا بدل ما اخد الهاسل بتاع التصنيع انا اطلب منه يصنع الشنط بالمواصفات اللي انا عايزها ويحط لي عليها الليبل بتاعي اللي هو اللوجو والبراندنج بتاعي والواني. فنتيجه كل ده الشاركس اغلبهم قالوا ان هم اوت ومش هيدخلوا معاها. ايمن عباس كان بيحاول يساعد لان هو شايف انها واثقه في نفسها وعندها حماسه شديده وفعلا معاها داتا مهمه، ما نقدرش نقول ان الداتا دي قليله، داتا حجمها كبير ومتنظمه كويس قوي ودي لعبتها. فقرر ان هو يديها اوفر 9 مليون جنيه مقابل 30% من الشركه، ويديها المبلغ ده على سنتين. خرجت تتناقش مع الشركه بتاعتها ورجعت قالت الحقيقه احنا محتاجين المبلغ كله مره واحده، ما نقدرش ناخده على اجزاء، لان هم عارفين واضح بانيين موديل وعارفين هيحطوا الفلوس دي في ايه. وانا احترمت بصراحه الرد ده جدا. فايمن عباس قال لها اوكي انا ما عنديش مشكله نديك المبلغ مره واحده، ولكن لو ما التزمتيش بالارقام اللي انت قلتي عليها بدل ما اخد 30% هعلى ل 40%. وهنا الثقه بتاعت فرح بانت جدا، وجمله من اكتر الجمل اللي عجبتني من اول الموسم. قالت له انا موافقه انك تاخد 10% زياده لو انا ما حققتش التارجت، بس انت تنزل 5% لو انا حققت،
ومن كتر ما الجمله عجبت ايمن عباس ما ترددش ثانيه ان هو يوافق على الكاونتر اوفر بتاعها، وعلى طول وافق وخد الاوفر ده 9 مليون جنيه مقابل 30% من الشركه يطلعوا 40% لو ما حققتش، او ينزلوا 5% لو حققت. وده كان ملخص الفقره بتاعت ذا بيبي جاروش في الحلقه ال11 من الموسم الثالث شارك تانك. لو عندكم اي استفسارات او اسئله اكتبوا لنا في الكومنتات. لو عايزيننا نتكلم في اي مواضيع تانية خاصه بالبيزنس ابعتوا لنا على طول. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناه. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي جايه والحلقات اللي فاتت من شرح تنك.